مساء النور خوتي المغاربة فين ما كنتو داخل المغرب أو خارج المغرب، ورمضان كريم إن شاء الله بالصحة وباش ما تمنيتو. مشيت لطنجة وبقيت فيها واحد 3 أيام أو 3 أيام ونص من أجل اللقاء اللي جمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، ورجعت يوم أمس لبلجيكا. الصراحة رجعت بواحد الذكريات جميلة جدا، وشفت عيني شافت أمور جميلة 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 على المملكة المغربية. وكان أحسن حاجة درت هو أنني خديت معايا الولد ديالي اللي في العمر ديالو 8 سنوات، وعاش ديك الأجواء العظيمة جدا ديال التشجيع وديال الوقوف بجانب المنتخب الوطني، وتسارى ودار في المدينة القديمة ديال طنجة، وشاف بزاف ديال الأمور اللي زوينة. نقدر نقول لكم أن المغرب فعلًا، إذا جيت نقارن دابا المغرب ديال دابا بالمغرب ديال هادي 10 سنوات أو 20 سنة، فهناك تقدم كبير، كبير، كبير يضاهي يعني مجموعة من الدول الأوروبية اللي متقدمة. وبالتالي هاد الشي كيفرّح، وهاد الشي كيتلج الصدر، وهاد الشي كيخلّينا إحنا كمغاربة عايشين برا أننا نفتخروا بالبلاد ديالنا، وأننا نطمحوا لما هو أفضل. أنا شفت التنظيم المُحكم جدًا للمقابلة ديال البرازيل ضد المغرب في طنجة، وشفت كيفاش جهاز الشرطة والشرطة بمختلف الرُتب ديالهم، يعني رجال الشرطة بمختلف الرُتب ديالهم، كيفاش تعاملوا مع المواطن المغربي ومع المشجع المغربي بواحد الاحترام كبير وواحد الرقي كبير، لدرجة أنك تشوف لي كوميسير وضباط الشرطة كيرحبوا بالجمهور وداك الشي بسلاسة، وما كاين لا دفع يدين دفعك لا والو، وكيشاركوا بعضياتهم يعني الإفطار. كان جو جميل. ملعب طنجة واحد الكلمة في حق هذا الملعب، لأن أنا كنت كنشوفه في التلفازة كيبان لي ملعب جميل جدًا، وفي الصراحة فاش دخلت للملعب لداخل أنا تدهشت واندهشت، يعني ملعب جميل وأجمل بكثير مما يمكن لك تشوف في التلفازة فاش كتشوفه مباشرة لداخل. صراحة برافو، برافو، برافو للجامعة الملكية المغربية على هذا الإنجاز، برافو للعمال اللي استطاعوا يجيبوا لنا جوهرة في مدينة طنجة اللي هي جوهرة البحر الأبيض المتوسط. كذا الملعب الكبير ديال طنجة ملعب يستحق أنه يزوره الإنسان، وكنتمنى من القلب أنه فريق اتحاد طنجة يكون في المستقبل فريق قوي، واللي يقدر يقضي أوقات جميلة في هذا الملعب هذا رفقة الجمهور الطنجاوي. كنحاول مرة أخرى ما ننساش ونتفكر الناس ديال طنجة ونشكرهم بزاف على شنو دايرين في المدينة ديالهم، كيحاولوا ما أمكن أن مدينتهم تكون أفضل وأفضل، وبالتالي ما يسالنا غير الشكر، وأنهم كيعطيو صورة جميلة على المغرب، على واحد المغرب آخر، مغرب يعني في واحد التقدم سريع جدًا وبواحد الوتيرة مرتفعة. كنتمنى هاد الشي ينعكس كذلك على إن شاء الله في مستقبلًا العجيب للمواطن، ويكون تحسن أيضًا في المستوى المعيشي لكافة المغاربة، والمغاربة اللي كيعيشوا ظروف عسيرة. عاش المغرب، عاشت المملكة المغربية الشريفة، وديما، ديما، ديما مغرب.